اتصدرت الإعلامية سالي عبد السلام الترند خلال الساعات القليلة اللي عدت بعد ما تعرضت لهجوم لفظي من واحدة على انستجرام، وسالي ما سكتتش. نشرت صورة للتعليق اللي فيه الإساءة وقررت تاخد حقها بالقانون، وقالت بكل شدة: والله لا أحبسك ومش هسيب حقي، خدت كل الإجراءات القانونية ومش هتنازل، حقي هاخده في الدنيا وربنا أكيد هيجيب حقي في الآخرة. سالي كانت متضايقة قوي وقالت: شفتوا احنا وصلنا لإيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمري ما شفت حاجة كده في حياتي، الناس بقت بتتكلم بطريقة غريبة. ليه كل الكراهية دي؟ ليه حد يسمح لنفسه يشتم حد بالشكل ده؟ بس أنا مش هسيب حقي، البلد فيها قانون واللي يغلط يتحاسب، ولا تراجع. لازم تكون عبرة لكل اللي يفكروا يعملوا كده بعد كده. وطبعا سالي مش أول مرة تتكلم عن حاجات غريبة حصلت لها. قبل كده في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة حكت عن تجربة مرعبة ليها مع السحر. الموضوع بدأ لما بدأت تقرأ عن السحر الأسود على جوجل، وكانت مش فاهمة عنه كتير، لكنها حست بحاجة غريبة وقالت: قررت أصدق إحساسي واسمع لقلبي قبل أي حاجة. والموضوع بقى مرعب أكتر لما حصلت حاجة غريبة جدا. سالي قالت: في يوم جوزي وأخويا نزلوا يصلوا الجمعة، وبعدها مؤمن أخويا رجع وقال لي إنه لقى حاجة غريبة مرمية على السلم، حاجة مريبة جدا. الفضول شدها فنزلت تشوف بنفسها، واتفاجئت بحاجة مش متوقعة. لقيت قطة غريبة واقفة هناك، شكلها مخيف وكأنها مش طبيعية. سالي ما توترتش، بالعكس اتصرفت بسرعة وقالت: لبست جوانتي وجبت مية وملح وبدأت أرش حواليها، وقريت آية الكرسي علشان أحمي نفسي، وبعدها رميتها بعيد. كمان قرأت دعاء الشيخ الشعراوي اللي بحبه جدا ودايما بقرأه لما بحس بأي طاقة سلبية حواليا. الموضوع ده خلاها تفكر كتير في فكرة الحسد والطاقة السلبية والسحر، وإزاي ممكن ناس تأذي غيرها بحاجات زي دي. وقالت: الموضوع كبير ومش بسيط، بس أهم حاجة إننا نكون محصنين بذكر الله وما نخافش، لأن اللي معاه ربنا ما بيغلبش. باختصار سالي كانت بتحاول توصل رسالة واضحة: ما تسيبوش حقكم، سواء كان حد بيشتمكوا أو بتحسوا بطاقة سلبية حواليكوا، لازم تاخدوا موقف وتحصنوا نفسكوا.